ده ألذ وأظبط صوص بيتزا هتعملوه في البيت وأحلى من بتاع المطاعم. بصلة متوسطة الكبيرة أو تقدروا تستخدموا 3 بصلات صغيرين زي اللي أنا استخدمتهم، واستخدمت معاهم 4 حبات من الطماطم و3 فصوص من الثوم ومعاهم قرن من الفلفل الأخضر. دخلتهم في الإير فراير، تقدروا تستخدموا الفرن لغاية ما تشووا بقوا بالشكل ده. كمية الثوم والبصل بتكون اختيارية وراجعة لكم، تقدروا تقللوا أو تزودوا فيها زي ما انتوا حابين. بعد كده ابتديت إن أنا أقشر الطماطم، طبعا زي ما انتوا شايفين بتتقشر بكل سهولة. في الخلاط ضفت المكونات اللي أنا استخدمتها مع بعض، لكن أنا كنت ضفت بس فصين من الثوم لأن أنا كنت هستخدمه في حاجة تانية، وضفت عليه حوالي معلقتين من زيت الزيتون. ابتديت بعد كده ان انا اصفي الميكس بتاعي كله، وضفت عليه نص لتر من عصير الطماطم ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم، واختياري 3 معالق كبار من الكاتشب. والبهارات اللي استخدمتها كانت ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبابريكا مدخنه وريحان او اوريجانو. اذا متاح الاتنين تقدروا تستخدمهم، انا كان متاح عندي اوريجانو استخدمته بس. وبعد كده ضفت معاهم معلقه صغيره من السكر، ورفعت الميكس كله على النار وقلبتهم من 3 ل 4 دقائق، لان انا هنا كنت مستخدمه كل الخضار مشوي. لكن لو هتستخدموا الخضار كله وهو مش مستوي هتخلوه على النار لمده من 10 دقائق لربع ساعه. وفي الوقت ده يفضل اننا نخلي الصلصه تبرد تماما قبل ما نضيفها على البيتزا. لكن لو مستعجلين تقدروا تستخدموها، لكن استخدموها بحذر لانها بتكون سخنه وبنستخدمها على العجين.